كيف هذا فيه جناح هذا وفيه الابواط هذه وفيه بالنسبه للحذاء تحت. يعني الحمد لله يعني ربما راح نديروا بعد ميروار المرآة يعني هنا مقابل الاخر. ويعني الحمد لله كل من العتاد تاع اللاعب وهنايا هو فيكسين تاع الاسم هنايا والفريق يعني يجيب الاخر يجيب تاعو الاسم تاعو يجي. يعني غرفه تغيير الملابس تاع اللاعبين يعني مجهزه سي بون الحمد لله يعني مجهزه هذه تاع هذا الفريق الثاني دوك الفريق الاول ثاني الفريق الاول الفريق الاول راح نضيفوا له الالوان الوطنيه يعني راح وين مثلا نوجدوه ايفونتيالمون الفريق الوطني تكون فيه على الالوان الوطنيه العلم الوطني فيها يعني لو ديكور يعني تاعو التزيين تاعو يعود مغاير على هذا. فرانا نخدموا فيه دونك ان شاء الله الاسبوع بدايه الاسبوع القادم نبداو نحطوه في الثاني يعني في اللي هي الفيستير فيستير برينسيبال هذيك فيستير او تبقى دائما للفخاصه للفريق الوطني. هذا يعني لو كوتي ساك يعني هذا الجانب يعني المكان الجاف وكاين يعني وين كاين لي فيستير من هنا ولي دوش ولا لي سانيتير بلوس كما قلنا المرفق تاع الانفيرمري العياده المركز الاسترجاع وين كاين الصونا البان دو غلاس الى اخره. يعني الحمد لله اللاعب يعني محلي او لاعب دولي يعني فيه الحمد لله ملعب عنابه اصبح يعني يتوفر على كل الشروط اللازمه لراحه اللاعب لتقديم يعني احسن ما لديه من اداء رياضي. هذا ملعب 19 ماي 56 اللي تم تدشينه في 87 لم يشهد يعني مثل هذه العمليه الكبرى اللي سخرت لها الدوله يعني مبالغ يعني فاقت 500 مليار سنتيم. الحمد لله يعني هذا تبين بان الدوله يعني الدعم في قطاع الرياضه والدعم يعني في الشباب تاعها هذا يعني شيء يعني مفروغ منه. فهذا المبلغ الكبير رغم ربما الضائقه الماليه اللي نمر بها رغم ذلك الدوله يعني خذت هذا القرار وخذت هذا التحدي ووفرت الاموال لان بدون اموال لا نقدر لا نستطيع ان ننجز ما تم انجازه. كذلك الامر الثاني اننا الاشغال جلها 99% تم اسنادها للشركه العموميه شركه باتيميتال صفقه بالتراضي البسيط يعني دوغري اغري مع الشركه هذه اللي فعلا الحمد لله كذلك اطاراتها وعمالها وكل الناس اللي يعملوا في الشركه هذه رفعوا التحدي وكانت بالضغط يعني المستمر والحضور الدائم واليومي للسيد الوالي والزيارات الماراثونيه للسيد وزير الشباب والرياضه واللجان الوزاريه كلها يعني تضافرت الجهود. والحمد لله رانا الثمره نشوف فيها في مطلع شهر اكتوبر اللي وعدنا احنا في البرنامج في البلانينغ تاعنا ان اواخر شهر اكتوبر ان شاء الله سوف نستلم الملعب يكون ان شاء الله جاهز وفي بدايه نوفمبر ان شاء الله يكون جاهز 100% باذن الله. نقد معليش احنا النسب النهائيه العامه للملعب راها تقارب 95%. طبعا كي نقولوا 95% بقات يعني اللمسات الاخيره وضع المضمار وضع لي بروجيكتور وضع المقاعد اللي احنا الحمد لله بالنسبه للمقاعد راهم في لا برودكسيون تاعهم على مستوى ايطاليا راهم يعني الانجاز راه على قدم وساق. لو سيبور راه واجد يعني المدرجات درنا لها عمليه لاريزين الماده العازله يعني ما تبقى عمليه الوضع اللي ما تاخذش يعني اكثر من 15 يوم يعني وين يتم الوضع نتاع 52,000 مقعد ان شاء الله. الاناره كذلك لو كابلاج يعني الشمان كابل راه موضوع والكابل واصل حتى قمه الاعمده. يبقى وضع لي بروجيكتور يعني الاضواء الكاشفه اللي راح تكون ان شاء الله الاسبوع القادم او على اقصى تقدير 10 ايام راح نبداو الوضع تاعهم. يعني باذن الله رانا نقولوا باننا في مطلع شهر نوفمبر لو تيران سرا براتيكابل سرا ريسيبسيوني ان شاء الله ديفينيتيفمون وان شاء الله راح نديروا تيست ايفان وتكونوا ان شاء الله معنا فيه لان احنا ما نقدروش نستغناو على رجال الاعلام ما نقدروش نستغناو عليهم لانكم المرافق الحقيقي لكل اشغالنا. كذلك التهيئه الخارجيه للملعب والموقف السيارات اللي يسع ل 5000 سياره. الحمد لله رانا في مده 15 يوم رانا تقريبا يعني قاربنا فتنا 50% من الانجاز راه تقريبا راح يكمل. راكم شفتوه يحط في الزفت يعني في النوار. الحمد لله يعني نقدر نقول اننا الملعب كل مرافقه راها واجده وراها تتسارع يعني بوتيره متسارعه لنهايه الاشغال ان شاء الله في موعدها.